مرحبا بكم في قناه شيوات ورده في فيديو جديد، وكنتمنى تكونوا بخير وبالف خير. نتوما كتشاهدوا شيوات اليوم اللي غادي نقدم لكم بتي بان كرواسون بالعدل والمساعد. ودابا غندوزو المقادير اللي كتكون من كيلو ديال الدقيق من النوع الممتاز، جوج ساشيات من خماره كيماويه، كاس ديال الحليب، جوج كيسان ديال الماء، كاس ديال الزيت ما يكونش عامر، بيضه، معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، معلقه كبيره من حليب بودره، 3 المعالق كبار من سكر سنيده، الملح على حسب الذوق، الزبده مارغرين ديال التوراق. بسم الله على بركه الله. اول حاجه درتها، خديت هاد القصعه ودرت فيها الدقيق من بعد ما غربلته، ومن بعد غادي نضيف عليه هاد الحليب بودر، وغنضيف عليه الملح على حسب الذوق، ونضيف عليه السكر سنيده، ونضيف عليه هاد البيضه، الخميره الكيماويه حتى هي ضفتها. بالنسبه للزبده ديال التورق البنات، انا مباشره خديت الزبده ودرتها في المجمد حتى نسالي العجينه ونسالي، ومنين نبغي نبدا الخدمه بها عاد ناخذها من المجمد ونستعملها. نوضع الزيت ومن بعد غادي نحرك. غادي ناخذ الماء، ناخذ الخميره الفوريه ونضيف عليها الماء. من بعد غنحاول نجمع العجين شويه بشويه، ونضيف الماء حتى هو شويه بشويه. وضروري هذا العجين المورق خصو يكون خفيف شويه، ما خصوش يكون ثقيل، باش لان غادي نخدمو بالزبده. خصو الطريقه ديال الخدمه ديال الزبده خصها تكون خفيفه، ضروري خص العجينه تكون خفيفه شويه، ما تكونش قاصحه. نضيف الحليب، ودابا البنات كما كتشوفوا من بعد ما جمعت العجينه ودلكتها مزيان، قسمتها على جوج، حقاش انا خديت كيلو ديال الدقيق في فورس وخلطته مع داك المقادير، عطاتني هاد الكميه هادي، جاتني كبيره، قسمتها على جوج وكل وحده درتها في بلاستيك غذائي. ومن بعد دابا غادي ندخلها للثلاجه باش غادي تبرد واحد شويه، تقريبا واحد 4 ساعات، ومن بعد غادي نخرجها باش نستعملها للتوراق. كما كتشوفوا البنات، من بعد ما رتاحت لينا العجينه خرجتها من الثلاجه وخديتها حطيتها على هذا الشكل، درت الطحين من تحتها، ضروري خص الدقيق يكون من التحت، وطلقتها شويه. دابا غادي ندوز باش تشوفوا الطريقه ديال التوراق اللي غادي نستعملوا في هذه العجينه. نحاولوا اننا نطلقوها شويه بشويه، ومن بعد نقلبوها. ضروري خصنا نقلبوا العجينه. شوفوا، نضيفو ضروري الدقيق باش ما تلصقليناش. نتاخد لينا هاد لافورم هادي، متبقاش دائريه. مره نطلو واش كاين الدقيق باش ما تلصقش، لان ما خصهاش تلصق لينا، الا لصقات غادي تخسر. ندير لها شويه دقيق باش غادي نطلقها. نحاول عاوتاني نقلبها، ندير شويه دقيق،
تجي تلقها. دابا نطلقات البنات العجينه كما كتشوفوا، خدات لينا هاد الفورم هادي، الفورم ديال الشكل مستطيل. غادي ناخذ الزبده ديال التوريق ونضيفها عليها. كما كتشوفوا البنات انا خديت الحكاكه الرقيقه باش غادي نحك فيها الزبده. كما كتشوفوا البنات انا خديت الحكاكه الرقيقه باش غادي نحك فيها الزبده. من بعد البنات كناخذ العجينه وكنديرها في الوسط هكا، كنتنيها هادي في الوسط، وهاد الجهه هادي حتى هي غادي ناخذها نقلبها بحال هاد الطريقه. ضروري ما نقادو الجناب باش نحصلوا على هاد الشكل المستطيل. يلا البنات انا دابا هادي اخر مرحله غادي نطلق فيها العجينه. غادي نحاول انني نعطيها ندلك في الطول ديالها. غنحاول انني نطلقها مزيان في الطول، العرض برك عليها ما نزيدهاش. نحاول انني هادو خصهم يكونوا قادين، ضروري خصهم يكونوا قادين. من بعد البنات صافي هذه اخر مره غادي نطوي فيها العجينه ديالنا، راه اصبحت واجده. وباش نزيد ناكد لكم ان العجينه ديال المرقه راه اصبحت جاهزه. غادي نقطعها باش غادي نوريكم الطبقات ديال العجينه. شوفوا البنات، شوفوا كي كتبان لكم، شو الطبقات اللي فيها. ديك الخدمه اللي خدمناها عطات لينا هاد الطبقات، يعني طريقه مختصره في تحضير العجين المورق، وفي نفس الوقت كتعطينا واحد الطبقات كثيره باش غادي نصاوبوا بها البتيبان. هذه العجينه البنات خديت البلاستيك الغذائي ولويتها فيه، وغادي ندخلها للثلاجه نص ساعه باش غادي نجبدها ونخدم بها البتيبان. دخلتها للثلاجه خليتها تحت نص ساعه ومن بعد خرجتها. ودابا غادي نبدا باش غادي نخدم هاد العجينه باش نصاوب بها لي كرواسون. نحاول نطلقها مقاده تكون مربعه، وما تنساوش الدقيق
ضروري ديروا الدقيق من تحت باش متلصقلكمش العجينه من فوق. ونحاول نطلقها مزيان من الوسط باش ما تبقاش غليظه من الوسط ومن الجناب تبقى رقيقه. هنا طلقت العجينه، حيت داك الزوائد اللي كانوا مع الجناب من هنا باش قديت هاد العجينه على الشكل هذا. من بعد غادي نقسمها في النص. دابا غادي نصاوب هاد الشكل اللي كيعطينا لي كرواسون. غادي نحاول انني ندير هاد المثلثات يكونوا مقادين، ميكونش شي كبير شي صغير، حتى كنكملوا هاد العجين بهاد الطريقه هادي. دابا غادي ندوز ديت البنات هذا الطرف ديال العجين اللي صاوبت باش غادي نعمرو قادو. ومن بعد غادي ندير فيه هاد العقده ديال اللوز. هاد العقده ديال اللوز كانت بقات ليا مور البريوات وبغيت نصاوب بها هذا. وانتما ماشي مشكل الا ما كانش خليوهم يبقاو خاويين، ولا كان شي حاجه اخرى باش عمروا بها ماشي مشكل. غادي نخليو واحد ليسباس من هنا، ما غاديش نزيرو العجينه لانها غادي تخمر من بعد. وغادي نلويوه هكا ومن بعد نبركو عليهم بهذه الطريقه. وغادي نديروهم في اللاطه باش غادي يخمروا. غادي ناخذ هذا حتى هو نحاول نعرضو شويه الا كان ما فيهش العرض القاعده. وغادي ناخذ اللوز ونضيفو ونحاول ان ليسباس ضروري نخليو ليسباس لان هاد العجينه غادي تخمر وخصها تبقى فين تخمر. كما كتشوفوا البنات خديت العجين الثاني ودرت له نفس الطريقه، مشيته مزيان حتى وصلت على هاد المستطيل هذا وحيت هذوك الزوائد اللي كيكونوا زايدين. ومن بعد خديت القطعه وقطعت هاد العجينه قسمتها في النص بهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا. ودابا غادي ندوز باش غادي نقطع العجينه ديال التيبان. غادي ناخذو بحال هذا الشكل هكا يكونوا قياس واحد. العجينه غادي نقطعها بحال هاد الطريقه هذه باش غادي نحصلوا على التيبان عندها نفس القياس وماشي مشكل. المهم غير خصها تكون عندنا نفس القياس، حتى الا جات وحده شويه ماشي مشكل. غادي نقطعوها حتى كنكملوا العجينه بهاد الطريقه هذه. العجينه اللي كنحيد منها هاد الزوائد ديال الدقيق اللي بقى فيها ضروري خصنا نحيدوه. ودابا غادي ناخذ الشوكولات هذا اللي عندي غادي نديرو هنا وغادي نقلب عليه العجينه. خلي واحد شويه ديال ليسباس فين تخمر العجينه. وغادي ناخذ الطرف الثاني غادي نديرو هنا ومن بعد غادي نلوي عليه بهذه الطريقه هذه. وكنستمروا على هذه العمليه حتى كنكملوا العجين اللي عندنا كامل. ناخذ هذا العجين حتى هي شوف ما فيهاش الدقيق غادي نحطها وناخذ الشوكولات نضيفو. من بعد غندير الشوكولات واحد طرف واحد اخر ونقلب عليه العجينه وغادي نلويها بحال هاد الطريقه هذه. وغادي نستمروا على هذه العمليه حتى كنكملوا العجين كله. من بعد غادي
نحطو في لاطا وغادي ندهنو بالبيض ولا بيض معاه قهوه سريعه الذوبان، ولا ما كانش القهوه سريعه الذوبان نضيفو الحليب مع السنيده وندهنو البتي بان ديالنا ونخليوه يخمر حتى كان يخمر، وفي الاخر غادي ندخلوه الفران باش يطيب. كما كتشوفوا معايا البنات، ها هما لي كرواسون البتي بان ديالنا فين خمروا، ودابا غادي ندخلهم الفران. من بعد ما شعلتو خليتو سخن مزيان، من بعد ما غادي ندخلهم غادي نقص عليه العافيه وغادي نخليهم يطيبوا على واحد العافيه تكون شويه متوسطه، ما تكونش مشيته بزاف ما تكونش قليله بزاف. الشكل النهائي ديال شهوة اليوم اللي قدمت لكم فيها بتي بان كرواسون، كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم وحتى نتوما تقدموها ان شاء الله. خوتي خواتاتي كنشكركم على الاشتراك ديالكم وعلى الدعم وعلى المشاركه، وكنحييكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.